اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كفتة الحاتي. هنعملها باسهل طريقة، هتفضل معاكي طرية وبتلمع كده زي ما انتوا شايفين. هنشوف مع بعض الخطوات واحدة واحدة ونشوف عملناها ازاي. الوصفة سهلة جدا جدا وبسيطة وما فيهاش اي تعقيدات. زي ما انتوا شايفين، بصوا الكفتة عاملة معايا ازاي، بتلمع وفي نفس الوقت طرية وما كشتش. بصوا من جوه. انا بس بقربها لكم، بصوا عشان تشوفوها من جوه جوسي ازاي، وطريه ومتماسكه زي الحاتي بالظبط، زي الكفته اللي بتجيبيها من عند الحاتي. مش هتفرقيها ابدا. لو حد بياكلها ومش عارف ان انت اللي عاملاها، هيفكر على طول ان انت اكيد شاريها من بره. بصوا جميله ازاي. نسميه بسم الله ونشوف احتاجنا لها ايه وخطواتها كانت ازاي. هنا كان معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. زي ما انتوا شايفين هي كان فيها حوالي 20% من الدسم. لو اللحمه معاكي ما كانش فيها دسم او ما كانش فيها الدهن او السمين بتاعها، ممكن ان احنا نضيف لها حوالي 100 جرام من اللي على نص كيلو. هضيف عليهم حوالي بصلايه متوسطه كده زي ما انتوا شايفين. انا بشرها بالمبشره علشان عايزه الميه بتاعتها. طبعا هنشيل الميه منها خالص واحنا بنضيفها. وهنا معايا معلقتين بقدونس، ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقتين نشا، وفلفل اسود وملح وجوز الطيب. مش هضيف اي حاجه تانية عليها. هنزل بقى هنا معايا بالنص كيلو اللحمه، وهحط عليهم البقدونس. طبعا انا واخده الورق بتاع البقدونس، مش واخده من العروق خالص. مقطعاه صغير كده زي ما انتوا شايفين. وهنا هنزل بقى بالبيكنج باودر والملح والفلفل وجوز الطيب والنشا. معلقه البيكنج باودر هنا بتحافظ معايا على ان الكفته ما تكشش معايا بعد السوا، والنشا بتخليها متماسكه، بتكون عمليه ربط معايا. هنا بقى البصلايه هضيفها، طبعا زي ما اتفقنا ان احنا عايزين التفل بس مش هناخد الميه. فهعصر التفل كده، يعني هعصر البصلايه انزل الميه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نصفيها على مصفى، بس بما اننا بنستخدمين ايدينا فعلى طول مش هتاخد معاكي وقت. البصلايه لما بتبشريها وتسيبيها شويه بتنزل اكتر الميه بتاعتها زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا اقلبهم مع بعض، هخلطهم كويس، هعجنهم مع بعض. وممكن هنا استخدم الكبه، احطهم في الكبه واقلبهم، يعني هياخدوا لفه او لفتين في الكبه، علشان انا عايزه افك انسجه اللحمه، عايزاها تبقى عامله زي العجين. بحاول ان انا ادخل المكونات كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا عايزاها كده، اللي هو شايفين الانسجه اتفكت معايا خالص ازاي. اهم خطوه بقى اللي هنعملها دلوقتي ان احنا بنجيب ورقه فويل كده وفحمايه حلوه كده كبيره مسخنينها، وهنحطها وهندخن اللحمه وهي لسه نيه. بجد بتفرق جدا في الطعم، بتطلعها كانك عاملاها على الفحم، شويها على الفحم. هننزل عليها بمعلقه زيت او ماده دهنيه عادي، سمنه او زيت، وهنغطيها. هنسيبها حوالي 10 دقايق، بتكون اللحمه كلها خدت طعم التدخينه. وكأنك بعد كده شايفين حتى بعد ما سبتها، بصوا الدخان لسه طالع ازاي. هنا بقى معايا مية البصل وهحط عليهم معلقة صلصة، هقلبها كويس. وهضيف عليها معلقتين زيت. معانا هنا مية البصل ومعلقة الصلصة ومعلقتين الزيت اللي حطيناهم، دي اللي هصبح بيها الكفتة وهشكلها بيها. هيخلوا معايا الكفتة لما اسويها تكون بتلمع كده ولونها حلو. اما نيجي نصبحها ممكن نصبحها على الاسياخ اللي هي اسياخ الشواية زي دي، او على مسن او على اعواد الشيش طاووق. الموجود والمتاح عندك اعملي عليه. هنا عندي الصينية دوب دهناها دهنة زيت بسيطة، وهبتدي بقى اخد من مية البصل ومعلقة الصلصة ومعلقة الزيت على ايدي، وابتدي اشكل الكفتة زي ما انتوا شايفين كده واصبحها.
طبعا بتعمليها بالحجم اللي انت عايزاه. معلقة البيكنج باودر اللي ضفناها على اللحمة هتخلي صباع الكفتة زي ما انت عاملاه بنفس الحجم اللي انت عاملاه، هيطلع بعد السوا هيكون هو هو. بنشكلها كده. بيكون ده شكلها زي ما انتوا شايفين. هنزلها بقى هنا معايا بالسيخ، هتنزل معايا بكل سهولة جدا. زي ما قلنا طبعا بنعمل الحجم زي ما انت عايزاه. هنكرر نفس الخطوة لحد ما نخلص كل الكمية اللي معايا. زي ما انتوا شايفين بنعيدها تاني مع بعض اهو. هنا بصبحها وباخد من مية البصل والصلصة والزيت وببصم عليها كده وبنزلها معايا من السيخ. الكفتة معايا من الأطباق السهلة جدا اللي مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وهتطبقيها على طول وهتبقي عملتي يعني بجد أحلى أكلة. طبعا ممكن نقدم جنبيها مكرونة أو رز زي ما بنحب. أنا أوريكم وأنا بشكلها زي ما انتوا شايفين. وهشكلها معايا هنا على أعواد الشيش طاووق. برضو بتبقى سهلة جدا. بحاول ان انا افردها عليها كده. بفردها بقى بالحجم او السمك اللي انا عايزاه، وبقفل عليها من فوق ومن تحت برضو زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هقوم واخده بقى من ميه البصل والصلصه والزيت وهبصمها كده وهحطها برضو معايا في الصينيه. مش بتاخد معايا اي وقت خالص في الفرن، يعني بالكتير قوي ربع ساعه وبتكون خلاص. طبعا انت عارفه لونها لما بيغير بتكون خلاص استوت. تطلع معاكي بقى احلى كفته كده زي ما انتوا شايفين. بصوا طريه من جوه، وطعم التدخينه او طعم الفحم كانها مشويه على الفحم. لا هتاخد معاكي وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، جميله جدا وهتطلعي كفته احلى من الكفته الجاهزه. بجد احلى من احلى مطعم بتجيبي منه. اتمنى تجربوها، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتضغطي على اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتي الجديده. واشوفكم على خير.